اجمل ما في عماد النحاس الاداء الهجومي بتاعه. تشوف بقى عندك بن شرقي كان رائع النهارده، كان ممتاز جدا، وانا كنت اتمنى ان هو يكمل بقيه المباراه، لكن طبعا وجهه الكابتن عماد النحاس ان هو يريحه، وفي نفس الوقت برضو يدي للاعيبه التانية فرصه الاشتراك علشان برضو ما يقعدوش على الدكه. و لازم اللعيبه دي تشتغل، لازم تيجي فورمه، لازم ان احنا الثلاث ماتشات اللي جايين دول الفورمه تعلى اكتر واكتر، نكسب الدوري ان شاء الله، ونكون مستعدين بشكل قوي لكاس العالم. بن شرقي يعني برضو يا جماعة، قطر ما عندهاش الإمكانيات اللي في مصر، حتى في المستوى التدريبي وفي العقلية التدريبية. اللياقة البدنية عندهم يعني اصل هم يعني المستوى عندهم نازل، يعني المستوى مش قوي، فبالتالي ما بيهتموش جدا باللياقة البدنية. واضح جدا ان بن شرقي بدأ يجي بالتدريج، يعني اول ما جه الاهلي كان اول ماتش يعني اللي زي ما بيقولوا كده السوكسي بتاع اول ماتش بقى وفرحة الجماهير بيه، فكان في انتفاضة اول ماتش وتاني ماتش، اللي هو اول ماتش الزمالك وتاني ماتش الحرس، وجاب في الماتشين جونين. بعد كده بدأ المستوى يقل، حتى كولر بدأ يقعده على الدكة، وبدأ يشتكوا متأخر. لا هو الحق يقال أشرف بن شرقي النهاردة بدأ فعلا أشرف ده اللي احنا نعرفه، وان شاء الله الماتش اللي جاي واللي بعده واللي بعده المستوى هيعلى والكيرف هيعلى، حتى اللعيبه اللي جايه ان شاء الله زي تريزيجيه، زي احمد عبد القادر، زي حمدي فتحي، لازم اللعيبه ديت اول ما تيجي لازم يتعمل لها برنامج تاهيلي وبدني قوي جدا علشان يقدروا يخشوا مع الفرقه بنفس المستوى اللي موجود في الفرقه دلوقتي. طبعا الاداء الهجومي من كابتن عماد النحاس يعني لقى استحسان وتقدير كل جماهير النادي الاهلي، لان هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي كنا بنطلبه من كولر. ليه دايما يا كولر متحفز؟ ليه دايما يا كولر متحفز؟ يعني كنا نتمنى، بس طبعا ده نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى، كنا نتمنى ان كابتن عماد النحاس كان هو اللي يكون موجود في مباراة بيراميدز، مباراة بيراميدز برضو، ومباراة سان داونز، كان الوضع اختلف، كنا دلوقتي بقينا اول الدوري بدون النظر لنتيجة بكرة، وكنا في نهائي افريقيا، لكن قدر الله ما شاء فعل.